الحاجة الغريبة بقى ان انا بلاقي بعض الملاكمين على الحلبة يبدأ ان هو يحاصر الملاكم اللي قدامه ويبدأ يعمل مجموعاته الهجومية ويبدأ ان هو يضغط لغاية لما يوصله لغاية الكورنر. وصل للكورنر عمل مجموعة واحدة ويبدأ ان هو يرجع تاني، يفتح له المساحة ان هو يتحرك ويرجع تاني لنص الحلقة، او ان هو يعمل مجموعة هجومية في التاني لغاية لما يوصله لغاية الكورنر ويحاصره، ومع اول ضربة من الملاكم المحاصر في الكورنر ان هو يطلع بيها او يتحرك، يسيبه ان هو يتحرك ويرجعوا تاني لنص الحلقه. انت بتعمل ايه؟ انت مجهودك ده رايح في الفاضي. لو انت الستايل بتاعك ان انت بتهاجم لقدام، يبقى لازم تفهم ان انت عندك 4 كورنرز في الحلبه، لازم ان انت تحاصر الخصم اللي قدامك فيهم. ده التارجت بتاعك. تبدا ان انت تضغط، تحاصر، وصلت للكورنر ما يطلعش الا في حالتين. الحاله الاولى انه يكون بيتعدى عليه من الحكم، يعني وصلت له لكمات مؤثره فتعدى عليه من الحكم فيرجعكوا تاني لنص الحلبة وتبدأ تعمل مجموعة لكمية جديدة. في التانية، في التالتة، مع الضغط، مع الفوت وورك بتاعك والمحاصرة، انك تبدأ تضغط عليه تاني عشان تنفذ هو المطلوب فتنهي الفايت. او ان الحالة التانية انه يقع نوك اوت زي ما احنا شايفين دلوقتي مع بيفول. هو دلوقتي خد الضغط بتاعه، وصل للكورنر ما سابوش. طبعا بيفول مع بيتر بييف غير الستايل ده، لان بيتر بييف اصلا هو دي منطقته، فانت لو دخلت له فيها يبقى انت كده بتقول موتني. فهو غير الاستراتيجيه وبدا يلعب على الاركان وبدا ان هو يعمل الكاونتر اتاك، لانه عارف انه لو دخل مع بيتر بييف في السكه دي منطقته مش هينفع. لكن في العادي بتاع بيفول هو بيضغط ويحاصر ويوقع او يتعدى على الملاكم فيبدا يعمل هجمه جديده. يبقى انت دلوقتي لازم ان انت يكون ده لو انت براولر، لو انت الستايل بتاعك كده، لو انت الستايل بتاعك كاونتر اتاك او انت الستايل بتاعك ان انت فوت وورك، ده حاجه تانية. لكن في الفيديو ده احنا بنتكلم على الملاكم المهاجم، فلازم يبقى استراتيجيتك انك توصله على الكورنرز وما يطلعش، ولو فكر انه يطلع تقفل الزوايا بتاعتك وتبدا ان انت تحاصره تاني عشان توصل المجموعات اللكميه بتاعتك فيقع قاضيه او يتعدى عليه فيخلص الفايت. لازم تفهم ان الملاكمه مش بس مجموعات بتضربها على ايد المدرب ولا بس شويه فوت وورك بيتعملوا، لا، الموضوع هنا اكبر بكتير. ازاي ان انت تدير الحلبه، ازاي ان انت تكون قائد على الحلبه مش بس مقاتل. وعلشان تزرع جواك فكره القياده لازم تعمل حاجات كتير من الناحيه النفسيه وتدريبات نفسيه وتبدا ان انت تطور نفسك من الناحيه النفسيه جدا عشان تعرف ان انت تبقى ليدر او قائد على الحلبة. واهم حاجة دايما بنصحك بيها انك تفضل في عقلك وانت بتتمرن وانت قاعد وانت ماشي في كل مكان، تبقى فاكر انك بطل قصتك.